النجاح ما عمره كان بالضرورة عنده علاقة بالمال أو بالثروة. صحيح إذا كان النجاح مع الثروة وفق الضوابط والشروط فهذا شيء جميل جدا. مثلا كاين واحد واكل خوتو في الورث وداير الفلوس، هذا ليس ناجح. كاين واحد واكل العرق ديال الخدامة واكل الناس في الأرزاق ديالهم، وكاين اللي واكل السوق واكل الناس وداير الثروة، ما يمكنش نسموه إنسان ناجح. وكاين الناس اللي وصلوا مناصب عليا بشتى الطرق ودايرين الثروة، ما غاديش يمكن لنا نسموهم ناس ناجحين. النجاح عنده علاقة بالعمل، من أنت ومن تكون في هذا المجتمع. كاينين الناس عندهم أموال طائلة لكنهم نكرة في المجتمع، ما يعطي فكرة، ما يناقش نقطة، ما يعطيك حتى شي إضافة. وكاين الناس اللي ما عندهم عشا ليلة ولكن إذا تكلم اهتزت له الجبال، ويمشي في الأرض بكل شرف، شرف العلم، شرف التفكير، شرف الإبداع. هذا هو الإنسان الناجح.